السلام عليكم. يعد نظام التقاعد المسبق من الأنظمة التي يتم تطبيقها في دولة الجزائر. ظهر هذا النظام بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قررتها الدولة. يستهدف هذا النظام المؤسسات الاقتصادية لضمان حقوق العاملين، ويتم تقاعد العامل وفقا لشروط وضوابط لتطبيقه. ويمكن أن يستفيد العامل من التقاعد النسبي عند بلوغه سن 50 عاما، والمرأة عند بلوغها 45 عاما، بعد دفع اشتراكات 20 عاما من الأقل، إلى جانب الشروط التالية: وأن يكون عمر المستفيد 50 عاما دون أن يصل إلى 60، وأن يكون عدد الاشتراك المتوفر للمستفيد هو 3240 اشتراك، أن يتوفر المستفيد على 54 يوما خلال عام من أجل التقديم لطلب تقاعد نسبي، وأن يكون المشغل استرد المبلغ الذي بذمه المستفيد. ويعتبر التقاعد النسبي تقاعد اقتصادي تتعامل به المؤسسات الاقتصادية التي تريد تقليل عدد عمالها، ويشترط بهذا أن يكون عمر الرجل ب50 عاما، وعمل 20 عاما في المؤسسة، وأن يكون لديه اشتراك في الصندوق لمدة 10 سنوات على الأقل. وأعلن الصندوق الوطني للتقاعد عن صب منح ومعاشات المتقاعدين باحتساب زيادة لسنتي 2022 و2023 التي أقرها الرئيس الحكومي الجزائري. والسلام عليكم.